أهلا وسهلا بكم في قناة أخبار الويب المغربي. بسبب رأيها في احتكار الأعمال الرمضانية، دنيا بوتازوت ترد على فاطمة والشاي. وقبل الخوض في التفاصيل، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيلكم زر الجرس ليصلكم كل جديد. تفاعلت الفنانة دنيا بوتازوت مع تصريحات الفنانة فاطمة والشاي بخصوص رأيها في احتكار بعض الفنانين للعديد من الأعمال الرمضانية. وردت بوتازوت على والشاي التي صرحت أنها مع الظهور المدروس والذي تكون له إضافة للفنان، مبرزة أن الظهور الكثير يتعب الفنان لدرجة سقوطه بالبلاطو مرفوض، وهو الأمر الذي اعتبرته بوتازوت تقطير شمع بسبب تعرضها لأزمة خلال التصوير، والتي جرى على إثرها نقلها إلى المستشفى. وجاء في تعليق بوتازوت على تصريح والشاي: كنتمنى ما تكونيش كتشفاي فيا حيت مرضت فاطمة، حسبي الله ونعم الوكيل. ثم عادت عبر تعليق لاحق مدونة: وما تنسيش العزيزة، أنا اللي طلبت تكوني معايا في ولادي الزا وأصريت على وجودك، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولم تتوقف بوتازوت عند هذا الحد، بل عادت عبر خاصية ستوري على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام مدونة كمية الحقد والغل والحسد والغيرة التي شاهدتها في الكثير من الفنانين الزملاء كبارا وصغارا، والتصريحات العشوائية التي يخرجون بها ضدي إن دلت إنما تدل على صدق المثل المغربي: خوك في الحرفة عدوك، وكوني صب السم يوكله لأمك. ولكن يد الله فوق أيديكم والعالمية تنادي وأجي ورايا. يذكر أن بوتازوت تشارك في السباق الرمضاني الحالي من خلال مجموعة من الأعمال، وهي الدم المشروك، ولادي الزا، يوم ملقاك، وأنا وياك. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيلكم زر الجرس ليصلكم كل جديد.